السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ تعالوا بقى نشوف البتنجان اللي محير كل الناس وآليته في القلاية الهوائية، وهل فعلا بينشف بيجلد؟ إيه اللي بيحصل؟ تعالوا نشوف. احنا هنا البتنجان حطيت عليه حبة ملح، تمام، ووريت لكم المية نازلة منه. اوكي، هنا بقى انا نشفته وجبت طبق مليان زيت كده، يعني حبة زيت، تمام. ورحت ايه مغرقه وش وظهر كده البتنجانيه، ورحت مصفياها، ورحت ايه حطاها في القلايه. طبعا انا قايله لكم ان انا بستخدم مفرش سيليكون، طبعا تحفه جدا يا بنات، والله هيعجبكم قوي في الاستخدام. تمام. اي زيت زياده ما تقلقوش، اي زيت زياده احنا حطيناه بينزل على المفرش، تمام، ومن المفرش بينزل على الايه، على القلايه من تحت. يعني ما تقلقوش لو الزيت زياده او حاجه ايا كان، مش هيبقى زي ما احنا بنقلي ايه البتنجان في طاسه قد كده فيها زيت. آه، طبعا بنعمله ايه، انا عملته على البرنامج بتاع البطاطس 200 درجه، تمام، و20 دقيقة. طبعا الدقايق دي احنا بنتحكم فيها براحتنا، يعني حتى لو خلصت ممكن نعيد البرنامج تاني، ما عنديش اي مشكلة. تمام. هنا اهو ابتدينا اللي احنا ايه هنطلعه. بنفتح عليه كده، بنشوف طبعا عشان بنقلبه. بصوا اول وش اهو جميل. عايزه اقول لكم اساسا بجد اللي قالت اللي البتنجان فاشل في القلايه، اقسم بالله حرام عليكي. والله العظيم انا اصلا ما بحبش البتنجان، ومش بدخله بيتي اصلا، بس انا جوزي شويه بيحب المسقعه باللحمه المفرومه، فقلت ما بدهاش بقى، اما اعملها له وخلاص. عايزه اقول لكم بقيت اساسا مدمنه، يعني مدمنه بتنجان. بقيت دلوقتي اقطع وارمي في القلايه واكل كده، اعمله سندوتشات بحبه ملح وحبه كمون، رهيب ما شاء الله. بصوا، فين بقى مجلد؟ فين مجلد؟ حرام عليك يا شيخه والله، ولا مجلد ولا اي حاجه. انتوا بس اعملوا زي ما انا قلت لكم كده، صفوا من الميه بحبه، يعني حبه ملح، ويتصفى يتصفى منه الميه ويتنشف. بعد كده يتنزل في طبق فيه زيت ويتصفى، تمام، وتحطوه على طول على القلايه. طبعا هوب حطيته في البرام، وعليه اللحمه المفرومه طبعا متعصجه، وكنت عامله طبعا الصلصه بتاعت المسقعه، تمام. بحط رق بتنجان، رق لحمه مفرومه، وبعد كده رق بتنجان، وبعد كده بحط عليها ايه الصلصه. لا والله ده انا حطيت لحمه مفرومه، والله ده انا سخيه. وبحط اهو الصلصه، تمام. المفروض بقى اللي انا كنت بحط اسمها ايه دي، طماطم من فوق كده شرايح، بس انا نسيت. بصوا هنا تحفه. يعني هو هنا بقى دخل الفرن. عايزه اقول لكم اصلا حكايه، لازم تجربوه. ولايك لايك لايك يا بنات، واشتراك في القناه، بجد هفيدكم جدا لو لو عندك قلايه كهربائيه.